السلام عليكم. تحياتي لكم وتحياتي للإخوان داخل الوطن وخارج الوطن. تحية من أخوكم رفيق. أنا السؤال اللي محيرني اليوم وهو المغادرة ديال حمزة الركراكي إلى الوداد البيضاوي. هذا سؤال مازال لحد الآن محيرني، وبغيت الإخوان كامل هاد الليلة مباشرة على الساعة 10 ولا 11 10 إن شاء الله نكون معكم في البث المباشر. كانت تكون أسئلة كثيرة على اللاعبين ديال النهضة البركانية اللي كنشوفوهم كيمشيو للفروق، ما كنشوفوش المقابل ديالهم. حنا بطبيعة الحال كنعرفو اللاعب كيجي لبركان كينسمع 300 مليون 200 مليون 150 200 400، هادي كنسمعوها، ولكن كاع الانتدابات اللي مشات من بركان مازال ما عرفناش الأثمنة ديالها. منهم لاباكوجو، منهم عبد العالي المحمدي، منهم زكريا فاتي، منهم الآن حمزة الركراكي، الحارس الكراد، حمد العشير، عربي الناجي، عديد اللاعبين اللي شفناهم مشاو بالنهضة البركانية حتى الآن ما سمعناش العدد ديال الثمن باش مشاو للفرق الأخرى، ولكن حنايا كنجيبو الانتدابات كنعرفو بلي اللاعب جاب 200 ولا 300 ولا 400 ولا 150. هذا سؤال حيرني هذا النهار، وسيرتو الصفقة المفاجئة ديال هذا الصباح ديال الركراكي أمام الوداد هي اللي خلاتني نتساءل في هذا الموضوع. قالوا لي مشى بوراقيه كمل الموسم، علاش الإدارة نتاع النهضة البركانية اللي منهم فوزي القجع وحاكم بن عبد الله ومجيد مدران وجميع المكونات تاع النهضة البركانية علاش ديما كتفشل في اللاعبين؟ هذه الحاجة اللي بغينا نعرفوها من الصفقة ديال أيوب الكعبي. مازال ما شفناش شي صفقة اللي مشات مدينة بركان وفريق نهضة بركان وفريق اللي ديال الألقاب اللي ولا عنده اسم كبير على الصعيد الإفريقي والعربي والعالمي تقريبا، اسم كبير ديال فريق نهضة بركان، وهو اللي الجودة ديال اللاعبين ديالو تكون كبيرة بزاف، واللاعبين اللي خصهم يمشيو لفرق كبيرة وكيمشيو بأثمنة كبيرة. حنا ما كنشوف هادشي، اللاعبين كلهم كيمشيو بلا فلوس بلا والو. هذا هو السؤال اللي محيرني. غادي نكون معكم هاد الليلة مباشرة، تابعوا. هذه حلقة تكون على اللاعبين اللي كيمشيو من بركان بلا فلوس، كنجيبو لاعب فلوس كنسيبطوهم باطل. تحياتي لكم خوكم رفيق. هذا فيديو الآن بالعمل، إن شاء الله من بعد نكملو رانا معكم.